إذا بغيت تغير زاويتك في التفكير راك في المكان الصح. كتاب اليوم بعنوان الشعور الجيد للمؤلف ديفيد بيرنز. في الفيديو اللي فات هضرنا على علاش المخ تاعنا يركز على السلبي والخطر أولا، واللي ما شافش الفيديو كما تعودنا يروح يشوفه باش يفهم الفكرة. واليوم جبت لكم هذا الكتاب يشرح باللي المشكل مرات ما يكونش في الواقع، بصح يكون في الطريقة اللي يفسر بها مخنا الواقع. ومن أكثر الأخطاء اللي يديرها مخنا أنه يركز على الحاجة السلبية ويخلي الإيجابيات على جنب. كي تفهم هذه الفكرة من هذا الكتاب غادي تبدأ تشوف حياتك من زاوية أخرى. قولوا لي في التعليقات شكون قرأ هذا الكتاب، وإذا عندكم كتاب تنصحونا به اكتبوه في التعليقات.